طيب، لو في فرصة نرجع بالزمن، يا ترى إيه هي الحاجة الوحيدة بس اللي تستاهل فعلا إنها تتغير؟ الجملة المشهورة لو رجع بيا الزمن، أغلب الناس بتكملها بحاجات كبيرة. بس الحقيقة لو رجع بيا الزمن أنا مش هغير حياتي كلها، لا، ولا هختار سكة تانية أمشي فيها، ولا حتى هفكر أهرب من أي وجع مريت بيه أو أمسح غلطة عملتها. لا خالص، القصة مش في تغيير الأحداث الضخمة دي. القصة كلها في حاجة، يعني حاجة أصغر بكتير قوي، بس في نفس الوقت أقوى بكتير جدا. لو الزمن ده رجع فعلا، الحاجة الوحيدة اللي كنت هغيرها هي فكرة واحدة بس: طريقة تفكيري. الموضوع مش إني عايز أعمل ديليت للي فات، لا، الهدف هو تغيير الحكاية اللي الواحد كان بيحكيها لنفسه، الشريط اللي كان شغال جوه ده. وهنا بقى بنصل لحتة مهمة قوي. لازم نعرف بالظبط إيه هو مصدر الدمار الحقيقي. لازم نفرق بين العدو اللي احنا فاكرينه عدونا والعدو الحقيقي اللي كان مستخبي جوه. عارفين الحقيقة اللي مش بتتقال كتير بصراحة؟ إن اللي كان بيوقعنا مش الظروف، ولا الناس اللي حوالينا، ولا حتى الحظ السيء. لا، اللي كان بيهدلنا بجد هو الفكرة اللي صدقناها عن نفسنا. يعني كنت مصدقني أقل من غيري، وإني متأخر عن كل اللي حواليا، وإني لوحدي. كان عندي يقين إن الدنيا قفلت خلاص، وإن اللي راح مش هيرجع، وإن الحل الوحيد هو معجزة تحصل. تعرفوا؟ ولا فكرة من دول كانت حقيقة أصلاً. ده كان مجرد صوت عالي جوه دماغي كان بيزعق عشان بس يغطي على صوتي الحقيقي اللي كان يدوب طالع. طيب، إيه بقى الدروس دي؟ إيه الحاجات اللي لو كنا بس فهمناها بدري شوية كانت ممكن تغير كل حاجة؟ يلا بينا نشوف. أول درس: الخوف. كنا دايما بنشوفه ضعف، بس الحقيقة لأ. الخوف ده مجرد إشارة، علامة بتقول إن الواحد واقف على باب تغيير كبير في حياته. المشكلة بقى إننا بدل ما نمد إيدينا ونفتح الباب ده، كنا بناخد خطوتين لورا ونقنع نفسنا إن ده الصح، وإن دي حكمة. وتاني درس إن النقطة الفاصلة عمرها ما كانت الموهبة الخارقة أو الذكاء الفذ. لا، أغلب الناس اللي وصلت وحققت حاجة هم مش أذكى ولا أقوى مننا. كل الحكاية إنهم بس كملوا في الأوقات اللي إحنا كنا بنقرر نقف فيها. كنا بنجري ورا الدافع، الحماس، الموتيفيشن، بس الحافز ده عامل زي موجة بتيجي وتروح. اللي بيفضل ثابت بقى هو الانضباط. ده الأساس، ده العمود اللي بيشيل سقف حياتنا كلها. لما كل حاجة حوالينا تقع، والمقارنة دي كانت أكبر كارثة. كانت عاملة زي سم بطيء بيتسرب جوانا ويخلينا شايفين إن كل الناس بتجري وسبقت، وإننا الوحيدين اللي واقفين مكاننا. وده طبعاً أكبر وهم، لأن الحقيقة إن كل واحد فينا ليه سباق مختلف تماماً، وتوقيت مختلف، وقصة مختلفة. كنا بنقعد نستنى حد يجي يشجع، حد يزقنا لقدام، بس للأسف محدش فاضي لحد. المعادلة بسيطة وواضحة: الدنيا دي مش بتدي جوايز للي بيستنى، بتديها للي بيتحرك، حتى لو بيتحرك وهو مرعوب من خياله. وخلونا نحط دي قاعدة: إن الواحد يبدأ متأخر أحسن 1000 مرة من إنه يضيع عمره كله وهو بيقنع نفسه إن لأ، لسه مش وقته. تمام، كل ده جميل، بس أي نمو ليه تمن، ليه عملة لازم تدفع. خلينا نتكلم عن عملة النمو دي. دايماً كنا بنستصغر الخطوة الصغيرة، بنبصلها باستهانة، مع إن أبسط قانون في الكون بيقول إن كل حاجة عملاقة بدأت في يوم من الأيام صغيرة جداً. اللي بيقعد يستنى القفزة الخارقة غالباً بيقع وما بيقومش. وكنا بنجري من أي وجع أو تعب، بندور على الراحة، بس فاتنا نفهم إن الألم ده جزء أصيل من عملية النمو. الراحة المستمرة دي مش أمان على فكرة، دي علامة إن مفيش حاجة بتحصل، علامة ركود. الهروب من المسؤولية، من قرار صعب لازم يتاخد، من مواجهة كان لازم تحصل. الهروب ده بيبان حل سهل ومريح قوي في اللحظة دي، بس تمنه غالي جداً. تمنه هو العمر نفسه اللي بيتسرق مننا وإحنا مش حاسين. وهنا بقى نيجي لأكبر وهم فيهم كلهم: فكرة إن الواحد لازم يكون جاهز 100% ومثالي عشان بس ياخد أول خطوة. لا خالص، الصح هو العكس. الواحد بيبدأ الأول، وبعدين بيصلح ويتعلم ويظبط وهو ماشي في السكة. كل الكلام ده، كل الرحلة دي بتوصلنا لنقطة واحدة بس، واللحظة دي دلوقتي. في حقيقة كونية ثابتة: الزمن مش بيرجع، اللي فات مات، لكن في حاجة واحدة بس ممكن ترجع وتتولد من جديد كل ثانية، وهي القرار اللي ممكن يتاخد دلوقتي. وعشان كده السؤال المهم بجد دلوقتي مش إيه اللي راح أو إيه اللي ضاع، ده سؤال ملوش أي لازمة. السؤال الحقيقي:
السؤال الوحيد اللي يفرق هو هنكمل إزاي؟ الإجابة بسيطة قوي، مش محتاجة فلسفة ولا كلام كبير، محتاجة حاجة واحدة بس، خطوة، مجرد خطوة واحدة، بس تكون بجد.